لو موبايلك بيجيب لك ان المساحة ممتلئة وانت مش عارف تعمل ايه ومش عايز تمسح حاجات من على الموبايل، فانا جاي اقول لك على طريقة بسيطة تقدر تفرغ بيها من مساحة. فما تنساناش بقى باللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ. وانا بعتذر لكم ان الايام اللي فاتت ما قدرتش انزل فيديوهات. ان شاء الله الايام الجاية ننزل فيديوهات. آه، يعني زي ما كنا بننزل الايام اللي فاتت. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هتخش على السكيورتي، بعدين هتستنى يفتح، وبعدين هتنزل تحت عند كلينر. تمام، هتعمل كلينر ده. تمام، وهتطلع كده، هتدوس كانسل، هتنزل تحت عند ديب كلين. هتستنى يبدأ هو، هتلاقي علم الدوائر هنا عشان هو بيبدأ دلوقتي. بيقيس لك الفيديوهات كلها اللي على موبايلك. كل التطبيقات اللي على موبايلك، البيج فايلز، كل حاجة بيقيسها لك. بيقيس لك كل واحدة واخدة مساحة قد ايه. هتستنى يخلص، وبعد ما يخلص هيجيب لك ان هو خلص. هنا بقى اللي هو تحت 99 اللي هو الخط ده، الازرق التقيل معناه ان دي حاجات موجودة على الموبايل مش هينفع تمسحها. الباقي الازرق التاني اللي هو الخفيف تقدر تمسح، كان بي كلير ده تحت، يعني تقدر تمسحها. تمام. هو احنا مثلا انت هتدوس على installing package، هتدوس هنا. طبعا عندي اللي هي باس اوت اللعبة دي انا خدتها من حد، فبيتحسب اي بي كي، يعني بياخد مساحة اعلى من ان انت تحملها من جوجل بلاي. تمام، ممكن تمسحها من هنا وتحملها من جوجل بلاي عشان مساحتها بتبقى اقل. تمام. هكذا في كل حاجة تقدر تمسح فيديوهات، الحاجات دي تقدر تمسحها. وفي الواتساب كلينر والفيسبوك كلينر، تقدر من هنا تمسح، تشوف هيقيسلك الصور اللي انت بعتها على الواتساب والفيديوهات والفويس مسج وحاجات زي كده، تقدر تمسحهم. وتشوفهم الاول لو مع يعني لو انت مش عايزهم امسحهم عشان يفرغوا من المساحة. تمام، هتطلع كده. تمام، وبعدين هتدوس على delete APKs هنا، وهو نفس الفكرة برضو جاب لك باس اوت. والاكتر حاجات بتاخد مساحة هتدوس على الديب كلين وهتنزل تحت اللي هي كلمة بيج فايلز. البيج فايلز دي اكتر حاجة بتاخد مساحة على التليفون، عشان كده مسمينها بيج فايلز اللي هي الملفات الكبيرة. فامسح بقى لو انت في ملفات مش عايزها او كده، امسحها عشان تفرغ من المساحة. تمام، اهو انا مثلا عندي الملفات دي، مثلا الملفات دي بتبقى زي ايه، افلام انت حملتها مثلا، فيديوهات وكده، دي بتاخد مساحة كبيرة شوية اللي هو التحميلات. فنبقى خلصنا كده فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى باللايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.